مشاهدينا اهلا بكم من جديد الى غرفه الاخبار المحليه الان مع الزميل رياض بالقاسم. مساء الخير. مساءك سعيد زميلتي نادية. مشاهدينا اينما كنتم اهلا وسهلا بكم الى هذا الموعد المحلي. أعلن سليم حريزي والي ولاية خنشلة خلال لقاء جمعه مع ممثلي وسائل الإعلام المعتمدة بحضور المدراء التنفيذيين، أعلن عن استحداث لجنة للتهيئة الحضرية تعنى بمتابعة كل المشاريع خاصة التنموية منها منذ انطلاقها إلى غاية تسليمها لتفادي تبديد الأموال العمومية. التغطية لطارق مامن. سميناها القوة باش يتم مناجمون ايضا التهيئة الحضارية. اي مشروع بيكون عنده دراسه يتعرض هنايا على جميع المصالح، وكان شهر نعرضكم تحضروا معنا كيف نناقشوا الملفات هذو باه نتاكدوا من الناحيه الجماليه ولا من الناحيه التقنيه، بالاضافه للحصول على جميع التاكيدات لي زاسيرونسيون اللي باه تشكيل سيتيرا راه مخدوم. مشروع غاز يقول بلي باه راه ما نزيدش نحبط الماء، نفس الشيء البريد والمواصلات، اصحاب الماء اصحاب الى ينصحون الدوله يخدموا الناس كامل تكون على كلمه واحده، واحد ما يجي يفسد من ورانا. وراكم تشوفوا في بعض الاحيان نخدموا اليوم في كونسيدار خدمناها ولحاجه ماسه بعض مرات واحد الحي 10 متر تاع الماء ونيتي كنا مرغمين باه نكسروا الجذور. كما كشف الوالي سليم حريزي أن الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بعاصمة الولاية خنشلة سيكون شهر نوفمبر الداخل، ويتعلق الأمر بقائمتين، الأولى تضم أكثر من 1000 مستفيد والثانية 1200 مستفيد. طارق مامن مرة أخرى. معنية في توزيعات عن نوفمبر، ولكن ليس يوم نوفمبر. السيد رئيس الوزراء حضر معنا راه في المسألة الأخيرة هو رئيس البلدية راه اللجنة تاع القائمة، وقائمة تاع خنشلة راح نقسموها على زوج، نديروا قائمة تاع 1000 ومن بعد نزيدوا نحبوا الباقي والخير كيكمل. خنشلة عندنا 900 سنة راح يكتبنا واللي راح نموتيفي راح تقريبا 1800 يكونوا 1800 دونك رايحين بهذا كنقولوا. وانا ندير ثقه كبيره في اللجنه هذه، راهم يحبوا بالتاني وما كانش الضغط لتفادي الشيء اللي صرا من قبل. والناس اللي كانوا مأجلين رايحين في شهر نوفمبر هذا ان شاء الله نعاودوا نرجعوا نخلصوا البلديات تاع الطعون، ومن بعد نخفوا من البلديات ونديروا لجنه ولا لجنتين ونطلقوا جميع الحالات المؤجله. لكن عندنا اليوم لجنه 278 حاله في خنجر راهي مشكله.